هكلمكم النهارده على واحد من اكتر الافلام اللي عامله ضجه اليومين دول كبيره جدا يا جماعه، وهو فيلم هاملت. وهنشوف خلال احداث الحلقه هل الفيلم ده فعلا يستحق المشاهده ولا لا. بس اهم حاجه عشان ما اضيعش وقتكم، ما تنسوش تدعموني وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر جرس التنبيهات وتدوسوا لايك على الفيديو عشان ما يفوتكمش كل جديد. يلا بينا ما نضيعش وقت ونخش في الموضوع على طول. What will I be doing? What do you wish to do, Hamlet? فيلم هاملت من نوعية الأفلام الدرامية، كدراما إنسانية، دراما عاطفية، دراما تاريخية. حابب أقول تنويه إن في أول نص ساعة كده في مشهد غير لائق في أحد المشاهد خلال النص ساعة اللي موجودة في الفيلم. يا ريت يعني أتمنى إن الناس تعديه عشان ما نرتكبش أي ذنوب. الفيلم من تمثيل بول ميسكال في دور ويليام شكسبير، وجيسي باكلي في دور أغنس شكسبير. فيلم هاملت يا جماعة هو واحد من الأفلام السوداوية الكئيبة إلى حد كبير جدا. مش بس سوداوي علشان مظلم، ده سوداوي لأنه بيتكلم عن الفقد، عن الحزن، عن الحياة المأساوية اللي عاشها ويليام شكسبير هو وعيلته، أو الظروف الصعبة اللي عاشها خلال حياته في القرن ال16. بالمناسبة طبعا للناس اللي مش عارفة مين هو ويليام شكسبير، ده طبعا يا جماعة واحد من أكتر وأعظم وأضخم الكتاب في تاريخ البشرية. كاتب مسرحيات وشاعر وممثل كمان. شكسبير كتب قصص عن الخيانة، عن الحب، عن التضحية، عن الحياة المأساوية، عن كل حاجة. الفيلم بيرجع بينا لإنجلترا في القرن ال16، وبيحكي لينا عن حياة ويليام شكسبير، مش ككاتب روائي، لأ، كأب وكزوج وكصاحب عيلة. القصة مركزة أكتر على حياته مع مراته أغنس، وهي ست قوية وذكية وقريبة جدا من الطبيعة. وطبعا الفيلم بيركز أكتر على علاقة الزوجين دول بأولادهم، وخصوصا بابنهم اللي معمول عليه اسم الفيلم هاملت. الفيلم بيوضح إن إزاي الأسرة دي كانت عايشة حياة بسيطة، وقد إيه الحب كان موجود بينهم، وقد إيه الحياة كانت في وقتها مليانة خوف ومرض وخوف شديد جدا من المجهول اللي ممكن يحصل في أي يوم من الأيام. من غير ما ادخل في تفاصيل صادمة، الفيلم بيمس فكرة الحزن وازاي تجربة إنسانية قاسية ممكن تغير الإنسان من جواه وتأثر على طريقه وشغله وحياته كلها. ويجي حد يسألني هنا دلوقتي يقول لي هل الفيلم ده فعلا قوي ويستحق المشاهدة ولا لا؟ بصوا يا جماعة، بالنسبة لي يا جماعة الفيلم ده واحد من أفضل أفلام 2025 بلا منازع، إن لم يكن أفضلهم. لأن بصراحة في الفترة الأخيرة بقى بينزل أفلام قوية جدا، وأنا بقيت بصراحة محتار أفضل إيه عن إيه في الفيديو اللي هتكلم عليه إن شاء الله في آخر السنة كأفضل 10 أفلام نزلوا في 2025. فبصراحة من كتر الأفلام الكويسة اللي نزلت خلال الفترة الأخيرة أنا محتار أفضل إيه عن إيه وأعمل إيه بالظبط. ليه بالنسبة لي وبالنسبة لناس كتير الفيلم ده من أفضل أفلام 2025؟ ده بناء على كل الجوانب اللي موجودة في الفيلم. ونبدأ بأول حاجة وهو عامل التمثيل. عامل التمثيل يا جماعة في كل الأبطال اللي موجودين في الفيلم، في البطل أو البطلة أو حتى الأطفال الصغيرين أو حتى الشخصيات الجانبية. عمل أدائي تمثيلي استثنائي أوسكاري، ده أقل كلمة يقال عليها. وبالاخص هنا يا جماعه عندنا الزوجه يا جماعه قدمت اداء تمثيلي يعني من الدرجه الرفيعه حرفيا، لدرجه في اوقات كتيره جدا انا كنت يعني انا منبهر يا جماعه من اداء التمثيل اللي انا شايفه. يعني فعلا مش من افضل الاداءات التمثيليه السنه دي، لا، من افضل الاداءات التمثيليه في سنوات طويله جدا يا جماعه. فعلا ما شفتش اداء تمثيلي وصل لمرحله الاتقان للدرجه دي، لدرجه ان هي وهي بتمثل في اوقات كتيره جدا ببقى عايز اوصل لها رساله، اللي هو يا جماعه حد يقول لها ان هي مفيش داعي ان هي تتقن الدور للدرجه دي، ده مجرد فيلم يا جماعه. اللي هو حاسسني بيها فعلا وحاسسني بالمعاناه اللي هي عايشاها، وان هو يعني قد ايه صعب جدا الموقف اللي هي عدت عليه. هترتبطوا يا جماعه بكل الشخصيات اللي موجوده في الفيلم ارتباط عاطفي يعني لدرجه كبيره جدا. Miguel. Undiscovered countries. What do you wish to do? They may be gone. Mama. My boy. ومش بس الزوجه زي ما انا قلت لكم يا جماعه، لا، ده كل الممثلين اللي في الفيلم اتقنوا الدور بامتياز يا جماعه، اداء اوسكاري بمعنى الكلمه.
ده غير بقى خد عندك الموسيقى التصويريه. الموسيقى التصويريه يا جماعه فعلا من عالم تاني، حرفيا من عالم تاني، وخصوصا في المشهد الاخير الختامي بتاع الفيلم. انا كنت حاسس اصلا ان انا بشوف، يعني ده مش مجرد فيلم، يعني مش مجرد مشهد في فيلم، كنت حاسس ان انا بشوف حدث او حاجه مهمه بتحصل في التلفزيون. على مستوى القصه بسيطه جدا 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 فوق ما تتخيل. وهنا بالنسبه لي بيكمن الجمال في البساطه نفسها. في اوقات كتيره جدا بتحتاج ان انت تشوف فيلم القصه بسيطه الى حد ما، اكتر من مجرد كونه فيلم معقد وبيحتاج تفاصيل كتيره ووجع دماغ. كل مشهد محسوب بدقه، تحس انك جوه البيت مع العيله، مع كل فرحه او حزن. والاخراج خلى الفيلم تجربه عاطفيه عميقه جدا، مش مجرد سرد قصه تاريخيه. التصوير هنا ركز على الالوان الداكنه والضوء الطبيعي علشان يحسسك بالزمن القديم والجو الكئيب. ده حتى المناظر الخارجيه، القرى، البيوت القديمه، كل حاجه كانت واقعيه جدا. ده غير الملابس المستخدمه في الفيلم ده يا جماعه برضو كانت واقعيه جدا 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 ومناسبه جدا لاجواء الحقبه اللي موجود فيها الفيلم. بقى في اصلا يا جماعه ترند مشهور جدا في التيك توك اليومين دول، وهو الناس الاجانب قبل ما يشوفوا فيلم هاملت كانوا عاملين ازاي، او كان الرياكشن بتاع وشهم عامل ازاي، وبعد ما شافوا فيلم هاملت كان بقى عاملين ازاي. كميه العياط اللي موجوده كانت رهيبه، كانت ترند حرفيا خلال اليومين دول. معرفش لسه مكمل لحد دلوقتي ولا لا، بس ده كان ترند فعلا الاجانب عاملينه قبل ما تشوف فيلم هاملت وبعد ما تشوف فيلم هاملت. This is me before finally watching Hamnet. بالنسبة لي يا جماعة الفيلم، يعني انت عندك الاداء التمثيلي الاوسكاري، عندك الاخراج العظيم، عندك موسيقى تصويرية من عالم تاني، عندك الملابس مناسبة، عندك كل حاجة مناسبة للفيلم. ده كله انتج لنا عمل سينمائي وتحفة سينمائية، يعني تقدر تقول فعلا ده ماستر بيس بمعنى الكلمة. بالنسبة للعيوب يا جماعة، انا بصراحة مش شايف ان في عيب للفيلم. ويعني ممكن تقول مثلا ان القصه بسيطه الى حد ما، بس دي اصلا قصه واقعيه وقصه حقيقيه او حدث حصل في الحقيقه لحياه ويليام شكسبير، فانا ما بعتبروش عيب. عشان كده يا جماعه الفيلم ده بالنسبه لي ما ياخدش اقل من 9.5 من 10. ما تنسوش ان انتوا تشوفوا الفيلم وتقولوا لي رايكم، هل عجبكم ولا لا. وطبعا للناس اللي مش مشتركين في القناه، ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر جرس التنبيهات وتدوسوا لايك على الفيديو عشان ما يفوتكمش كل جديد. كان معاكم محمد العايدي في قناه فيلم على الرايق. السلام عليكم.